فكرة ان وقت يضيع منك في اول مثلا شهر 8 9 10 ما بتبقاش مشكلة كبيرة، والوقت ده بتقدر تعوضه قدام. انما انك تبدأ تضيع وقت من اول شهر 11 وانت طالع، فدي بتبقى مشكلة شوية، وكل ما السنة تطلع بيك قدام بتبقى مشكلة اكبر. وفكرة انك تعوض الوقت ده بتكون اصعب كمان، لحد ما هتوصل في الشهور الاخيره ان احتياجاتك الاساسيه بقت ازمه بالنسبه ليك. بقول احتياجاتك الاساسيه انا ببقى قصدي النوم والاكل والشرب. ويا بقى لو فكرت تدخل تقعد مع اهلك شويه، ده لو فكرت في الفتره دي اصلا تعمل حاجه زي كده. بقول كده قصدي بالاهل عشان اي كلام بيقولوه في الفتره دي بيبقى عن الثانويه بيحطك في ضغط اكتر ما انت مضغوط من غير حاجه اصلا. نرجع تاني بقى اللي انا كنت عايز اقوله اصلا من الاول. 16 يوم في الثانويه العامه بتاعتي انا كنت عامل خطه كل يوم هعمل ايه بالظبط. المهم خلاصه الخطه يعني كانوا 6 ايام هذاكر فيها المواد زي ما انا ماشي، 4 احياء لانها هتكون اخر ماده فهبقى محتاج اعمل ريفرش عليها عشان ما انساهاش، و6 ايام الاخرانيين هذاكر فيهم عربي لان خلاص هيبقى هي الماده اللي جايه. لحد ما لقيت حد جاي بيقول لي ان انا محتاج اروح المدرسه عشان امتحن احصاء واقتصاد وتربيه وطنيه ودين، مواد انا اول مره اسمع عنها. الوهله الاولى افتكرت الموضوع روتيني ومش اكتر من ان انا محتاج اروح احضر بس واسجل حضور، همضي ورقه وهمشي هكون نجحت في الماده. لكن الموضوع طلع ان انا محتاج اجيب درجه نجاح في كل ماده من دول. يعني انا كنت شايل هم مجرد ان انا محتاج اروح امضي ورقه واجي، فالوقت اللي هيضيع بسبب الموضوع ده طلع محتاج ان انا اذاكر كمان قبليها للمواد دي. طبعا الدين مثلا انا ما ذاكرتوش، يعني قلت مش هيخرجوا بره الاسلام، وفعلا امتحان الدين مجرد ان انت عندك ثقافه دينيه فالموضوع مش هيحتاج معاك صعوبه خالص. حتى الايه كانت جايه اختر فالموضوع كان بسيط. يعني ان افتكر انا سالتهم الصور اللي عندنا في الدين ايه في نفس الليله، فقالوا لي ان هي النور والمؤمنون، فصليت بيهم قيام الليل وده كان كل تحضير لامتحان الدين. اما الاحصاء والاقتصاد يعني دي مواد ما كانتش ينفع تمشي معاك بالحب كده في الامتحان او تجيب الاجابات بالسنس. هو ممكن بس يعني من كل 6 اسئله سؤال مثلا. الفكره اللي انا عايز اوصلها ان انا كان المفروض خدت اي يوم من السنه الطويله العريضه دي وذاكرت فيها المواد اللي ملهاش لازمه دي، لمجرد ان انا اريح نفسي في الوقت ده وما كنتش ضيعت يوم من الفتره الاخيره، لاني بجد الايام في الوقت ده بتفرق جدا. عايز اقوله لك اعمل انت كده. وحرفيا انت في الفتره الاخيره دي انت بتبقى محتاج كل لحظه، لدرجه ان انت بتيجي على نومك وما بتبقاش متضايق. يعني انت ممكن لو جيت على نومك في مثلا شهر 5 شهر 3 بتيجي عليه بس وانت متضايق جواك وليه مش مستفهم. لكن في الفتره دي انت لما بتيجي على نومك انت بتحسش اصلا ان انت زعلان ولا لا، ده بالعكس، ده انا اجي واجي اكتر كمان ومش متضايق. بجد انت معاك سنه طويله عريضه ووقت فراغ كبير جدا، معاك وقت تاكل وتخرج وتهزر وتروح جيم وتعمل كل اللي في دماغك وتذاكر كمان. فيا ريت من ضمن الوقت ده تحط ولو ساعه كل اسبوع للمواد اللي ملهاش لازمه دي. وعلى فكره يعني انا كعمار لميتها كل ماده فيهم كان فيديو مثلا 4 ساعات سمعته في 2، يعني خد مني ساعتين. ما عدا الاحصاء ما كانتش بالبساطه دي ابدا، بس برضو قدرت اعمل فيها كده بس عشان كنت ضاغط نفسي. انت مش هتبقى ضاغط نفسك فمش مستاهل تعمل كده، فبلاش تغلط نفس الغلطه دي، لاني والله بجد الموضوع هيفرق معاك جدا لما تبقى رايح للمادتين دول، خصوصا ان انت لو رايح وانت متقنهم الموضوع بيديك تحفيز نفسي كويس وبتبقى بدايه حلوه ان انت تبدا بيها الامتحانات. غير ان هم بيبقوا قبل امتحاناتك بحاجه بسيطه، فرهبه امتحانات الثانويه العامه كلها بتبقى موجوده في الامتحانين دول، فبعد كده وانت داخل العربي بتبقى هادي شويه يعني مش قلقان. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.